اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. هو ايه يا جماعة الوكسة اللي احنا فيها دي؟ اه والله العظيم وكسة بجد بكل المقاييس. ليه يا ستي؟ في ايه اللي حصل؟ ايه الوكسة اللي احنا فيها؟ الوكسة اللي احنا فيها لما تبقى ست تعبت وشقيت على راجل كده عشان تربيه وتعلمه وتشوفه راجل ماله هدومه قدامها، وفي الاخر يطلع يحط مكياج ويقعد يعلم البنات المكياج على وشه. يبقى دي وكسة ولا مش وكسة؟ لما يبقى كل يعني همه في الحياة ان هو يرسم عينه ويحط لينزز ويحط اي شادو ويحط رجاجو ويحط روج ولينزز وحاجات غريبة جدا، والله العظيم بقينا نشوفها في الزمن اللي احنا فيه دوت. يعني هي كل الشغلانات يا جماعة خلصت، مفيش غير الشغلانة بتاعت الميك اب دي عشان تعملها على وشك. يعني استحملنا رجالة بيعملوا ميك اب مثلا للعرايس او بيعملوا شعر للعرايس، استحملناها وقلنا ماشي عديها. لكن يبقى شاب كده ماله هدومه وراجل ويقعد يحلق في شنبه ويحلق في دقنه علشان يطلع ويحط ميك اب؟ طب يعني يا ريتها كانت جابت ده كربط، والله كنا استفدنا منه. وبشوف بصراحة يعني ناس بيشتموهم كتير جدا جدا، وهم برضك بصراحة مصممين على ان هم يعني ايه اللي عنده كومنت يخليه لنفسه، وما بقاش واحد ولا اتنين، لا ده كتير. بجد ليه كده؟ ليه يعني امك لما بتشوفك كده ما بتحزنش؟ ما بتحزنش على خلفتها؟ ما بتحزنش على نفسها؟ ليه بتعملوا في نفسكم وفي امهاتكم كده؟ والله العظيم ده انتوا مش ولادي، وحسيت بالقهرة وبالعور وبالندم وبالخذلان وبكل حاجة. يعني ايه اللي احنا فيه ده يا جماعة؟ لا بجد يعني عيب، عيب على الرجالة. ده زمن ايه اللي احنا فيه ده؟ دي الرجالة زمان والوقت يعني مش زمان بس، كان في رجالة بجد واصل ويعني دلوقتي ايه؟ انت هتخطب ولا هتتجوز ازاي بشكلك الميك اب ده؟ انت اللي هتعمل الميك اب في الفرح لنفسك ولا هتعمله لعروستك ولا ايه بالظبط؟ يعني انت لو اتجوزت هتروح لها بميك اب ولا من غير ميك اب؟ هتروح بلينسز ولا من غير لينزز؟ لا بجد الموضوع بقى اوفر قوي، وبقى كل واحد مش لاقي حاجة يعملها ياخد كورس ميك اب ويقعد يلطخ في وشه شوية ويقعد يلطخ في العرايس شوية. ف... فبجد يعني شوفوا لكم شغلانة تانية يا جماعة تعملوها. لا شكلكم مستفز قوي، بيبقى شنبكم باين ودقنكم باين وحاطين ميك اب، لا الشكل وحش وحش بجد يعني. وبيستنقص نفسه يعني وهو شايف نفسه بالميك اب كده، لا وبيقول لك ايه؟ اي واحد بيعمل يا جماعه ده للتصوير فقط، انا ما بنزلش بيه ما بخرجش بيه. يا طب ما ها ام لا اله الا الله شافتك، هو ايه الفرق بين ان انت تنزل بيه وتتصور بيه يعني؟ هو انت شايف نفسك ان انت ما بتعملش اي حاجه غلط؟ انا بحس ان الامور اتعكست. يعني بلاقي بنات عامله نفسها رجاله ولابسه لبس جيم ولابسه يعني حاجات رجالي، وبلاقي رجاله عامله بنات. هو مفيش حد عاجبه حاله خالص يعني؟ ولا البنت عاجباها نفسها وقلبه نفسها الواد، والواد قلب نفسه البنت؟ استغفر الله العظيم يا رب، يعني عجبت لك يا زمن. والله احنا في زمن العجايب، مفيش حد عاجبه حاله. والبنت اللي بتشبه بالرجال ديت طبعا ما بترضيش ربنا ابدا، والواد اللي بيتشبه بالنساء ده ما يرضيش ربنا ابدا. هو انتوا نسيتوا ربنا خالص كده في كل حاجة؟ يعني عايشين كده طايحين في الدنيا وناسين ان في اخرة وان في ربنا وناسين كل حاجة كده خالص. انا مش فاهماكوا بصراحة. والله العظيم الواحد دلوقتي بقى بيموت فجأة، ما بتفكروش في ربنا. هل هيرضي ربنا؟ انت واثق ان انت لو مت دلوقتي هيبقى ربنا راضي عنك؟ هل لو انت مت دلوقتي هتبقي عارفة ان ربنا راضي عنك بمنظرك اللي انت متشبهة بالرجال فيه ده؟ لا والله ابدا. ارجعوا يا جماعة، راجعوا نفسيكوا، لسه في وقت ولسه انتوا لسه عايشين يعني حيا ترزقون. بدل ما بتبقوا في القبر وتقولوا يا ريتنا كنا عملنا لآخرتنا. والله الدنيا دي ضحك على الدقوم حياة ربنا. العيشة مش في الدنيا خالص والله يا جماعة، العيشة في الآخرة بجد. ارجعوا لربنا شوية، عشان كده حرام، ما يرضيش ربنا أبدا. تخيل كده، تخيل لو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني مجازا كده
عمل سيرش على حد بيعمل ميك اب، ولا على حد متشبه بالرجال، ولا على حد متشبه بالنساء يعني، والعكس صحيح، هتبقى واقف قدامه كده مكسوف؟ ولا واقف قدامه ازاي؟ وربنا اللي شايفك ده دلوقتي، انت مش مكسوف برضو؟ ربنا خلقك راجل، لك هيبة وقومك عن النساء. ليه بتعمل في نفسك كده وتخلي نفسك ست وبتحط ميك اب وتعلم البنات الميك اب؟ اتعلم شغلانة تانية تستفيد منها. وبقول لكل بنت، انت بنت وجميلة ورقيقة، وربنا وصى عليكي وقال واستوصوا بالنساء خيرا. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده ومخليه نفسك شاب؟ الدنيا اتشقلبت والله العظيم، والدنيا اتقل خيرها من اللي احنا بنشوفه ده. والله العظيم من اللي احنا بنشوفه ده، ربنا يرحمنا يا رب ويطلعنا منها على خير. والله ربنا يحسن ختامنا بجد بالخير، بكل اللي احنا بنشوفه ده ربنا يحسن ختامنا ويخرجنا منها على خير بجد يعني. لان كده بقى الاستفزاز بصراحة اوفر يعني، بقوا خلاص يعني مش عاجبهم حد ومش ملاعنهم حد. فبجد طلعنا منها على خير. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.